تخيل كده ان مصير العالم كله هيتغير 180 درجة بسبب اوراق اللاعب، او كما يقال عليها في بعض البلدان الكورشينة. بس دي مش اي اوراق لاعب عادية، لا دي اوراق سحرية. كل بطاقة فيها تحمل رقم معين بشكل معين زي ما احنا عارفين، وكذلك كل بطاقة فيها تحمل قدرة خاصة بيها. يعني في 52 بطاقة قادرة على تغيير مسار العالم. بس تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو البطاقات دي وقعت في الايدي الخاطئة؟ وايه هي القدرات الخاصة بهذه البطاقة؟ ده اللي هنعرفه في انمي النهاردة، فتابعونا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكمان اتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس علشان تتابع الملخصات الأسطورية اللي جاية. ويلا بينا نبدأ. بيبدأ الانمي بتاعنا بهجوم شامل على قلعة الملك، وبيطلع ان في مجموعة من اللصوص هدفهم سرقة البطاقات الرابحة، وبعد سقوط الكثير من الضحايا بيقدروا يهربوا أخيرا. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بتيجي زوبعة من الرياح وتبعثر تلك البطاقات في شتى أرجاء المدينة. في الوقت ده بيطلب الملك من ثيودور انه يرجع البطاقات دي في اسرع وقت ممكن، ده لان لو واحده منهم وقعت في ايدي الشخص الخاطئ مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. وطبعا ثيودور بيوافق. اما ده بقى فهو بطلنا فين، شاب فقير يتيم الاب والام، عايش في مكان زي ملجأ كده هو وشخص كمان ومجموعه من الاطفال. صاحب المكان بيقرر انه هيطردهم لانهم ما بيدفعوش الايجار. اما بالنسبه لشغله فهو عاطل ومش لاقي حاجه يشتغلها. بس ما تقولش كايدو كيد في نفسه، الواد في بضع ثواني بيكون مقلب 3-4 رجاله في ساعاتهم وتليفوناتهم. لا شبح يلا. بيروح علشان يبيعهم وصاحب المحل بيرفض يشتريهم، بس بيشوف معاه بطاقه من تلك البطاقات وبيرفض يبيعها له. بيروح للمدينه علشان يلاقي شغل هناك وجني بعض الاموال. بيلعب قمار وبيكسب كتير، ولكن سرعان ما بيجي شخص وبيكسب منه كل فلوسه. بس الشخص ده في حاجه مريبه جدا، والظاهر كده انه غشاش. بيقرر فين انه يلحقه وبيطلب منه انه يدربه، ده لانه خسر كل فلوسه عليه. بيقول له بص يا ابني، كل الفضل يرجع للقفازات بتاعتي دي قفازات الحظ وانا من غيرها ولا حاجه. وهم واقفين بيعدي شخص وبيخبط فين، وسرعان ما ايده بتيجي على مكنه القمار الآلية وبيكسبوا اموال هائله. بيجي لهم مدير المكان وبيطلب منهم انهم يجي معاه غرفه كبار المنافسين. بياخدهم لمكان زي مخزن وبيكون شاكك فيهم انهم غشاشين. بيقول له ازاي انا لاكي لانش مان، ازاي انا غش؟ بيقول له القفازات اللي في ايدك دي مريبه جدا. بيقرب منه الشخص علشان ياخدها، ولاكي بيفعل حاجه غريبه كده بتوقعه من فوق المبنى. الشخص اللي مع المدير بيعرف انه معاه بطاقه من البطاقات الرابحه وبيقرر ياخدها منه. بيفعل البطاقه الخاصه بيه وبيلبس قفازات زي اللي مع لاكي. بيحاول المدير يوقفه، وفي لمح البصر بيكون مطير ايده ومحول جزء منها لكرات زجاجيه، وهي دي بقى قدره البطاقه بتاعته. الراجل التاني بيحاول يضرب بالمسدس وفي ثانيه بيكون مخلص عليه. بيروح للاكي وبيقول له انت بقى قدرتك الحظ الجاي، بس الحظ ده بقى هيقدر يحمي عيلتك. سلمني البطاقه والا مش هتشوف مراتك وابنك مره تانيه. وبالفعل لاكي بيسلمه البطاقه بتاعته. في الوقت ده بيظهر شخص تاني والظاهر كده انه تبع ثيودور، بيضرب عليه نار وفي ثانيه واحده بيكون محول المسدس بتاعه لكرات زجاجيه هو كمان. وبيطلع ان الشخص ده هو كمان عنده بطاقه وبيفعل قوتها. بيطلب من فين انه يهرب علشان ما يتاذاش. بيقوم فين وبيعمل انه وقع بسبب الكرات. بيسرق البطاقه وبيهرب بيها. مش بقول لك كيدو كده، بيسرق عربيه وبيطلع يجري بيها، وبيكون اخد البطاقه دي علشان تجيب له اموال كتير. بيطلع صاحب الكرات ده وراه وبيلحقهم الشخص اللي تبع ثيودور. بيعملوا حادثه وبينجو ال3 منها. وبيخلص صاحب الكرات على الراجل ده، بيقول فين هات البطاقه بقى علشان ما اقتلكش، ولا اقول لك انت كده كده ميت، هات البطاقه علشان ما افضلش اعذب فيه. بس فين عند راي تاني. بيطلع البطاقه بتاعته وبيقرر يستعمل قدرته. بطاقته هي 2 بستول، والتي تحمل قدره السلاح الناري. الواد بتاع الكرات بيحدف كره كالرصاصه علشان تخلص على فين، ولكن سرعان ما فين بيضربه بالرصاصه ويجرحه ويلقيه ارضا. الواد لسه ملحقش ياخد نفسه وبيلاقي الراجل التاني بيكلمه. في يا عم انت مش كنت ميت من شويه؟ بيقول له شاطر يالا، هات بقى البطاقتين اللي معاك دول. بيرفض فين وبتيجي عربيه وبتخطفه معاهم، وبيطلع انهم خطفوه علشان ياخدوا البطاقتين مش اكتر. بيقدموا له الشاي دليل على حسن نيته، وبيطلع انهم عارفين عنه كل حاجه زي اسمه وتاريخ ميلاده والمكان اللي عاش فيه وطوله. بيجي له شخص بتاع امبارح وبيقول له موضوع بطاقتك ده انساه خالص، ولا اقول لك امبارح ده تمحيه من حياتك خالص. بس تفتكر فين هيسكت له؟ لا والله. بيقوم علشان ياخد منه البطاقه وبيوجه المسدس في وش فين. في الوقت ده بيجي اتصال من ثيودور وبيطلب منهم انهم يضموا فين للمجموعه. ومن ناحيه تانيه بيكون في مجموعه من اللصوص الشرطه بتجري وراه، منهم بقى راجل ضخم كده جسمه زي الفولاذ، حتى الرصاص مش بيأثر فيه. نرجع لفين بقى، واللي بيبدأ الراجل ده يشرح له الوضع. بيقول له بقى دي هي بطاقات اللاعب اكس، في منها 52 بطاقه في الوقت الحالي. كل بطاقه تحمل قدره خاصه بيها، والبطاقه هي اللي تقدر تحدد الشخص اللي يستخدمها. كل لاعب يقدر انه يستخدم بطاقه واحده بس. البطاقات دي منتشره في جميع انحاء البلاد، واحنا خايفين حد يستخدم قوتها في اعمال الشر وتسبب فوضى عارمه. الملك جوليوس هو اللي امرنا اننا نجمع البطاقات دي في سريه تامه. بيقول له فين؟ طب انا مالي بكل ده. بيقول له برناد ده بقى مكان عملك الجديد، ده لو انت عايز تاخد البطاقه بتاعتك يعني. انت دلوقتي في فرع اول مايل التابع لشركه بينو كل صناعه السيارات. احنا قدام الناس بائعو سيارات، انما في الحقيقه مهمتنا جمع تلك البطاقات. بيبدا يعرفوا على الفريق، ده كيريس ودي ويندي، اما ده فهو في جاي.
بيقول له بقى اما بالنسبه للراجل بتاع امبارح ده فهو يدعى بوبي بول، ده بقى من عائله الكولن دي، اكبر عائلات المافيا في البلاد، وهدفهم هو جمع تلك البطاقه، ولو انت ما انضمتش لينا هيخلصوا عليك في لمح البصر، ده علشان ياخدوا البطاقه بتاعتك. اما لو انت اشتغلت معانا فهتقدر تحافظ على البطاقه بتاعتك وكمان تقدر تجني بعض الاموال. بيتفق معاه على الراتب وبيطلب من كريس انه يدربه. بيروحوا علشان يشتروا لبس الفيلم وبيسالوا فين انت ازاي مت امبارح ولسه عايش. بيقولوا بسبب بطاقتي ولما بستعملها اصبح رجلا خالدا في المعركه. تاني يوم بيجي كريس لفين بدري جدا، وده علشان يبداوا شغلهم كجماعي بطاقات. الشرطه اول ما بتشوفهم بتوسع لهم الطريق والظاهر كده ان في اتفاق بينهم. بيطلب كريس من فين انه يستهدف الاطارات، وفجاه بيخرج من العربيه الرجل الفولاذي. بيقفز على العربيه وبيحاول فين يضربه بالطلقات بس مش بتاثر فيه. بيضربه مره تانية بس انت بتعمل ايه يا عم؟ الضرب مش محقق معاه خالص والرصاص بيتني. بيزود كريس السرعه وبيوقعه من على العربيه. بيحاول فين انه يوقفه بطلقاته بس ده مش نافع مع اي حاجه. في الوقت ده بتيجي لكريس فكره، بيخبطه بالعربيه وبيوقعه في البحر. ده لان جسمه فولاذي وتقيل وبكده مش هيعرف يخرج من الميه غير بانهاء تفعيل البطاقه، وفعلا ده اللي بيحصل، وبكده يكون اتموا المهمه وحصلوا على البطاقه. بنروح بقى البنت وهي بتحصل على بطاقه لاعب هي كمان، وبنعرف ان قوتها هي النار، وبتنتقل بينا الاحداث الاتنين وهم بيخطفوا شخص في نفس الوقت اللي فين بيكون ماشي فيه. بس تفتكر فين هيسكت ويسيبهم يهربوا؟ لا والله، بياخد دراجه ناريه وبيقدر انه يوقفهم وياخد الشاب المخطوف. بيروحوا يقعدوا في مكان زي قهوه وبيقول له احنا كده في امان. بس تفتكر ايه رد فعل الواد ده بقى؟ يقول له اللي انت عملته ده غلط، انت ازاي تضرب نار في الشارع كده؟ هتعمل ايه بقى لو حد اتأذى؟ لعب دور البطل ده فكك منه علشان هيوقعك في مشاكل، خليك في حالك ومالكش دعوه بيه، انا اقدر احمي نفسي لوحدي. في الوقت ده بيجي لهم الاثنين اللي كانوا خاطفينه من شويه، بيفضلوا يتخانقوا وبتيجي الشرطه بتاخد الكل بما فيهم فين والواد اللي كان معاه هو كمان. بيقول له مش قلت لك لعب دور البطل هيوقعك في مشاكل؟ المهم بيخرج فين والواد التاني ده من قسم الشرطه دون اي اعتراضهم احد. اما بالنسبه للشخصين التانيين فبيفضلوا في مركز الشرطه، ومن حيث لا تدري بتظهر البنت اللي حصلت على قوه النار من شويه وبتنقذهم، وبيطلعوا انهم اخواتها. بياخدوا بعضهم وبيروحوا للواد ده اللي بيكون مع فين في القطار، بيخطفوهم الاثنين وبياخدوهم لمخبأهم السري. بيقدر فين انه يفك نفسه وبيوقع على الولدين مجموعه من الحديد باستعمال قوته. بتتعصب البنت جدا وبتفضل تهاجمه بكرات النار. في الوقت ده بيظهر كريس اخيرا وهو معاه شنطه فيها $1,000,000، وبيطلع ان الواد اللي مع فين ده هو عضو في البطاقه الرابحه هو كمان واسمه ليو. اما بالنسبه لقدرته فهي قدره غريبه شويه، بيقدر انه يحول المال لحاجه بنفس القيمه، يعني مثلا $1,000,000 حولهم لRPG بيخلص بيه على البنت وبيحصلوا على البطاقه. بيروحوا للفرع والمفاجاه بيطلع ان ليو هو مدير فرع اول مايت، ده كمان ليو هو ابن ثيودور. دي كان يتوقع ده. المهم نروح بقى لماضي ويندي اللي بتحلم بيه، وبنعرف ان ابوها كان من اعظم الساموراي، بس الظاهر كده ان البطاقه بتاعتها مسيطره عليها حبتين. بتصحى من النوم متاخره واليوم مش ظابط معاها خالص، بتتكعبل وهي ماشيه والباص بيفوتها والدنيا اخر بوظان معاها. نروح بقى لفين اللي بيكون شاطر جدا في البيع وخاطف الاضواء من كريس. بيروحوا للحانه علشان يشربوا ويندي مش راحمه نفسها من الشرب. اما بالنسبه لكريس فبيجي متاخر كالعاده، بيقعدوا يتكلموا عن الشغل واتباع القواعد. اما بالنسبه للمحظورات فكريس بيقول لفين ويندي ما تسحبش سيفها مهما حصل. بيقوم ليو وفيجاي وبيمشوا من الحانه، ده لان ويندي سكرت وعلى فين وكريس انهم يروحوها. وهنا كريس بيقول له على تاني محظور، وان ويندي ما تشربش اكتر من 3 كؤوس. تاني يوم بتصحى ويندي من النوم وكل حاجه تمام، بتوصل الشغل في ميعادها وده على عكس عادتها. بتسال على فين وكريس لانهم مش موجودين، وبيكون فين مع زبون في اختبار قياده وكريس الرئيس اتصل عليه. في الوقت ده بيجي لهم اتصال مفاجئ وبيكون من كريس لان في مجموعه من اللصوص محتجزين رهائن بما فيهم كريس اللي بيطلب من شخص انه يفك ايده علشان يقدر يروح الحمام، ودي كانت خطه علشان يشتت انتباهه ويضربه. في الوقت ده بيحاول 2 الهرب وبيتم اطلاق النار عليهم، ولكن كريس بيتصدى لجميع الرصاصه. بيقع التليفون وبيقول لهم على المكان والعنوان بالتفصيل. في جاي بيقول له تمام انا جاي. بتعترض ويندي وبتقول له انا كمان جايه معاك. بيقول لها بس الاداره عاوزاكي على اتم الاستعداد للمهام الصعبه. بتقول له انا عارفه ان الاداره بتبعدني انا ولوف عن المهام العاديه، بس هطمنك انا النهارده بخير وعلى اتم استعداد لاي حاجه. انت مش ملاحظ اني جيت في ميعادي النهارده ولا ايه؟ المهم بتروح معاه. في الوقت ده بيكون فين مع الزبون في اختبار القياده، وبيشوف كريس وهو بيطارد المجموعه دي. في الوقت ده بيطلب من الراجل انه يروح الحمام، ده طبعا علشان يساعد كريس وبقيه الفريق لان شغله في البطاقه الرابحه اهم من شغله كبائع السيارات. بنروح للصوص اللي بيوقفهم فيجاي بقوه النبات. والله وشفنا قدرتك اخيرا يا عم فيجاي. بينزلوا اللصوص من العربيه وبيكون معاهم شخص رهينه، بتستعمل ويندي قوتها وبتقدر تخلص على اللصوص دي. لكن لحظه، واحد من اللصوص دي الخوذه بتاعته بتنكسر وبيطلع هو نفس الشخص الرهينه. ويندي بتبص على فيجاي وبتلاقيه مطعون في ظهره من ذلك الشخص. انت هو اللص الحقيقي. بيقول لهم بقى انا اسمي جون دو، اللاعب الملك للبطاقه رقم 4 من الكوبا، وقدرتي هي الاستنساخ. يعني كل الشخصيات دي هي نسخ لذلك الشخص، بينسخ نفسه كم نسخه كده وبيخليهم يهاجموا ويندي اللي بتقدر تتصدى ليهم بكل سهوله. بعد كده بيضاعف النسخ دي لعدد كبير جدا. في الوقت ده بتقرر ويندي سحب سيفها،
وفي لمح البصر بتكون مخلصة على كل النسخ دي اللي الكل خايف منه حصل، ويندي تتحول لشخصية لوف كل هدفها هو القتال لا اكثر ولا اقل. جون بيستنزف نفسه وهي شغاله تقطيع بسم الله ما شاء الله، ولكنها في مطعم شاورما بالظبط. جون بيتعب ويستسلم في النهايه، هتخلص عليه ولكن فيجاي بيمنعها، والظاهر كده انها ما تعرفش حد وهي في الحاله دي، يعني كل اللي حواليها بمثابه خطر ليها، ولكن الحل دايما عند ليو. بيحدف عليها اكبر خزانه في البلد واللي بتستخدم في البنك المركزي. بيفكروا ان الوضع كده خلص، ولكن فجاه واحده بتكون الخزانه دي مقطعه الى اشلاء، لو كمان طايره على ليو والطياره واحلى نصل ثلاثي مفرتكه. فيجاي بيستخدم قوته وبينقذ ليو والطيار. في الوقت ده بيظهر كريس اخيرا ومعاه فين، وسرعان ما بتهجم عليه، ولكن احنا عارفين كريس وقوته بقى. بتهجم عليه تاني وبيمسك السيف بتاعها، بيقول لها اسمحي لي اقدم لك العضو الجديد يا لوف. فين بيضرب عليها طلقه لكن بتصدها بالسيف بتاعها، ولكن طلقه في الثانيه في الثالثه في نفس المكان، واحلى سيف طاير في الجو. وبكده ترجع ويندي لطبيعتها. بعد ما وقف فين ويندي عند حدها بتروح الشرطه علشان تحقق في الوضع، وبيقولوا للمحقق انهم اتسببوا في فوضى كبيره هذه المره، وبتستعين المحققه ببعض الفتيات اللي كانوا قريبين من الحادث اللي بيدوها مواصفات كريس، وبتعرف ان شغال في شركه بنكول. بعد كده بتروح المحققه للرئيس وبتساله بخصوص كريس والمجموعه دي، ده غير ان في منهم 2 كانوا في قسم الشرطه قبل كده وخرجوا من غير ما حد يكلمهم عادي. وكمان في تسجيلات منتشره على الانترنت للناس دي، بتبص على التليفون وبتلاقي التسجيلات دي اتمسحت. بيقول لها المحقق احنا قبضنا على المجرم والقضيه اتقفلت. بتعرفوا انها مش هتسكت وانها معاها بيانات للناس دي. بتروح على الجهاز بتاعها وبتلاقي كل البيانات ممسوحه. في الوقت ده بيجي واحد للمحقق يونج وبيطلب منه ان يجي علشان يستجوب جون دو، فبيقول له يونج خد المحققه شيء بدلا مني. بتروح شيل جون علشان تستجوبه، وبيرفض في البدايه انه يتكلم علشان هو خايف من عائله الكولاندي انهم يقتلوه، لكن شيو بتطمنه وبتقول له انه في مركز الشرطه ومفيش حد يقدر يكلمه هنا. وبيقول لها انت مش عارفه حاجه، العيله دي تقدر توصل لاي مكان حتى هنا، انا خلاص انتهى امري. ولكن شيو بتطمنه وبتقول له ان القانون هياخد مجراه. بيقول لها خلاص لو انتوا سبتوني اروح لمكان امن هقول لكم كل حاجه عن العيله دي. بتقول له خلاص انت من دلوقتي اعتبر نفسك في برنامج حمايه الشهود. وقبل ما تمشي بتساله عن شركه بنكول، بيقول لها اسال يونج وهو هيقول لك. في الوقت ده بيكون يونج في العربيه بيكلم ثيودور بخصوص الحوادث اللي حصلت في الفتره الاخيره، وبيقول له ثيودور خلي بالك من اللي انت بتتعامل معاه لانه ممكن يغرف انيابه السامه فيك في اي وقت حتى لو كان صديق طفولته. وهنفهم بعد شويه هما بيتكلموا على مين. كملوا معانا بس الفيديو للاخر. في الوقت ده بتكون المحققه شيو بتراقب فرع اول مايت وكل موظفين لانها فاكره ان في علاقه بينهم وبين عائله الكولاندي. بتنتقل بينا الاحداث لمكان احدى الحفلات وبيطلع ان يونج معزوم فيها، لا وكمان بوبي بول موجود هناك. ايوه هو الواد ده بتاع الكرات يا صديقي. وبيطلع ان يونج عارف الرئيس من وقت طويل، وده بيعصب بوبي بول جدا. بيستفز يونج بالكلام وبيسيبه ويمشي. بيدخل يونج الحفله وبيطلع ان في ناس مهمه فيها، وبيخرج الرئيس بانو اللي هو صديق يونج منذ الطفوله، وده اللي كان بيتكلم عليه ثيودور من شويه. نروح بقى لفين اللي لسه شيو بتراقبه لحد دلوقتي. بيفكرها حد من اتباع بان اللي هو زعيم الكولاندي، بيفعل بطاقته وبيجري وراه. في الوقت ده بتقبض عليه لانه معاه سلاح ناري. نرجع بقى لبان اللي عامل فيها الراجل الشريف اللي مفيش منه 2، وده طبعا علشان الضيوف اللي في الحفله. وبيستغرب يونج ان شركه مافيا عامله مؤتمر خيري. في الوقت ده بيجي مساعد بان من وراه وبيقول له حاجه في ودنه، وبيطلع انهم قدروا يمسكوا جون دو وبيجيبوه قدام الناس اللي موجوده في الحفله. من ناحيه تانية بتكون المحققه واخده فين معاها لمركز الشرطه، لكن اثناء ما هم ماشيين بتيجي عربيه وبتخبطهم. نرجع بقى لبان اللي بيطلع انه عنده قدره لاحدى البطاقات وبيقدر انه يخنق جون دو من غير ما يلمسه. نروح بقى لفين اللي بيحاول يفوق شيو علشان تخرج من العربيه، وبيطلع ان في حد هو اللي عامل فيهم الحادث ده عن قصد، ده غير ان العربيه اللي خبطتهم بتترفع وبتترمي عليهم، ولكن بيتفادوها في اخر لحظه. تفتكروا الموضوع كده خلص؟ لا والله، بتظهر لهم بنت والظاهر كده انها ورا كل ده. بيفعل فين البطاقه بتاعته وبتعرف البنت انه من اتباع بينكول. نلقي نظره سريعه على بين اللي لسه بيعذب في جون دول لحد دلوقتي، ونرجع تاني لبطلنا فين اللي بيضرب نار على البنت دي، وبيطلع ان البنت دي قدرتها هي التحكم في الاشياء وبتصد ضربه فين، ده غير انها بتتحكم في ايده وبتخنق شيو بالايد التانيه. لا وكمان بتوجه المسدس ناحيه شيو، وشكلها دي النهايه ولا ايه يا صديقي؟ بتضرب نار عليها في نفس الوقت اللي بيخلص فيه بان على جون دو. نرجع لفين مره تانيه وبنلاقي ان الطلقه ما جاتش في شيو اصلا، وبتعرفهم البنت ان كل ده كان تحذير بس مش اكتر علشان ما يتدخلوش في شؤون العائله. كل ده تحذير، امال لو بتتكلمي جد بقى كنت هتعملي ايه؟ وقبل ما تمشي بتحذر فين انه لو وجه المسدس ناحيتها هتخلص عليه. نرجع لبان اللي بيقابل يونج وبيقول له انا اول مره اعرف انك مهتم بالجمعيات الخيريه. بيقول له لا وانت السادس، ده انا هنا علشان موضوع الهجوم على قلعه الملك اللي حصل من شهر لما الملك جوليوس اتنازل عن العرش في الوقت اللي البطاقات اتجمعت فيه علشان تتويج الملك القادم. انتوا بقى عرفتوا بالموضوع ده وهاجمتوا القصر في اليوم ده، صح كلامي ولا لا؟ فين البطاقات دي؟ بيقول له بان مين يدرى. بيقول له يونج بعد الحادثه دي في لاعبين ظهروا في الشوارع، وما اعتقدش انكم هتوزعوا البطاقات دي كده من غير ما يعرفنا سيودو. انا عاوز افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وبالاخص ايه اللي حصل في تلك الليله. بيقول له التاريخ يعيد نفسه، لا تثق بثيودور،
سيطعنك في ظهرك يوما ما، وبيسيبه ويمشي. نرجع لفين وشيو اللي بتكون في حاله يرثى لها ومش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل. بيقول لها فين ابعدي انت بس عني وكله هيبقى تمام معاكي، وبيكلبشها في العربيه وبيسيبها ويمشي. نروح بقى لهذه السفينه، وهناك بنعرف ان من زمن بعيد كانت جزيره ترابل مقسمه ل4 بلدان، وفي يوم من الايام هجم عليها جنود اشرار من وراء البحر لغزوها، نهبوا خيراتها وطعامها واعتدوا على الناس وتركوا الجزيره في حاله فوضى وخراب. في الوقت ده ظهرت ساحره ومعاها ولد صغير، بالاضافه لرساله فيما معناها ان الصبي ده هو الملك الشرعي لجزيره ترابل، ولو انتوا عايزين تنقذوا الجزيره اختاروا من كل بلد 13 فارس علشان يقاتلوا بجانب الملك. وتم تكوين جيش من 52 فارس من البلاد الاربعه، وادتهم الساحره بطاقات غامضه، وحارب الفرسان مع بعضهم البعض من اجل الجزيره، ولكن للاسف ماتوا جميعا. ولكن حبهم للارض انتقل لتلك البطاقات بفضل الساحره، واستخدم الولد الصغير تعويذه اشبه بالسحر انقذت الجزيره، وبكده وحد الجزيره واصبح اول ملك لفورلاند. ودي بقى يا صاحبي كانت القصه الاسطوريه للجزيره. اما بالنسبه للسفينه اللي اتكلمنا عليها من شويه، فدي هيتقام عليها اكبر مزاد لبيع التحف وقطع من اثار هذه المدينه، بما فيهم بطاقه من هذه البطاقات. واجب فين بقى وباقي المجموعه انهم يسرقوا البطاقه دي في اسرع وقت ممكن عن طريق استبدالها بواحده مزيفه، وده طبعا قبل ما تنعرض في المزاد. بيبدا المزاد وبتكون الخطه كالتالي: فين بيتنكر في شخصيه رجل امن، وده علشان يسرق المفتاح من الراجل ده، وطبعا بينجح في كده لانه حرامي قديم زي ما احنا عارفين، بس بيكون حاسس بدوار البحر والدنيا بايظه معاه شويه. بعد كده دور فيجاي اللي بياخد المفتاح من فين وبيحطه في العصير اللي بتاخده ويندي، وبتنزل بيه على اوضتها، وده طبعا علشان توقعه على الحارس التاني، وتسيب المفتاح لكريس، وبتدخل الحارس اوضتها علشان ينظف هدومه. بعد كده دور فيجاي تاني اللي بيستخدم قدره التحكم في النبات علشان يقدر ياخد الاي دي بتاع الحارس اللي عند ويندي ويديه لكريس اللي خد المفتاح التاني من شويه، وهو بيتفتش، وبينجح كريس انه يستلم البطاقه الاصليه. واثناء ما هو في المصعد بيحط جهاز تشويش الكاميرات علشان يبدل البطاقه، ولكن سرعان ما حراس احد المشتركين في المزاد بيجوا علشان يسرقوا البطاقه. اما دور ليو فهو هيكون خطه بديله علشان لو فشلوا في استبدال البطاقه ياخدها هو من المزاد. بتدور معركه قويه بين كريس وبين الراجل ده، واللي بيطلع انه عنده بطاقه هو كمان وبيقدر يتحكم في البرق والكهرباء. بيحاول فين مساعده كريس لكن الراجل ده بيمسكه. في الوقت ده بيخبط كريس الصندوق علشان يوصل لمكانه في المزاد، ولكن بعد ما وصل بيتم سرقته من قبل البنت اللي كانت بتقاتل فين من شويه. فيا ترى هيعملوا ايه اصدقائنا مع الناس دي؟ وهل هيقدروا يجمعوا البطاقات ولا لا؟ وايه هو الهدف الحقيقي لعائله الكولاندي؟ ده اللي هنعرفه في الجزء اللي جاي من الانمي. فما تنسوش تنزلوا الفيديو بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، واشوفكم في حكايه جديده، والسلام.